أهلا بكم. أنا دكتورة آية عسل، طبيبة الأطفال، والنهاردة هكلمكم عن تطعيم الشهرين والأربع شهور والست شهور. الثلاث زيارات دول من أهم الحاجات اللي بنهتم بيها في أول سنة في حياة الطفل، وده عشان نحميه من أمراض خطيرة. واللي يمكن يطمنك أكتر إن التطعيمات دي نفسها بتتكرر في كل زيارة، يعني هو نفس التطعيم بياخده عند الشهرين بنكرره عند 4 شهور و6 شهور، وده عشان نثبت ونقوي مناعة الطفل. عبارة عن إيه التطعيم ده وبيتاخد إزاي؟ تعال أقولك ببساطة. عبارة عن حقنتين ونقط بالفم، حقنة في الرجل اليمين وحقنة في الرجل الشمال ونقطتين بالفم. حقنة فيها تطعيم الخماسي، وده بيحمي ضد الإنفلونزا البكتيرية، الالتهاب الكبد الوبائي باء، السعال الديكي، التيتانوس والديفتيريا. الحقنة التانية ونقط الفم الاتنين ضد شلل الأطفال، وبنديه بطريقتين: طريقة نشطة عن طريق نقط الفم، وطريقة غير نشطة عن طريق حقنة العضل. طيب السؤال هنا، كلنا عارفين ان التطعيم ده بيسخن الطفل وبيخليه مقريف من يوم ليومين. هل لو الطفل مسخنش كده الطفل ما استفادش من التطعيم؟ لا، مش شرط. عادي جدا ما يحصلش سخونية ولا أريافة، والطفل في الحالة دي استفاد من التطعيم عادي جدا، بس هو بيكون رد فعل مناعي للتطعيم بيختلف من طفل للتاني. طيب لو الطفل سخن أعمل إيه؟ ما تقلقيش، زي ما قلتلك ده رد فعل طبيعي للتطعيم. هنستخدم ستال نقط كل 4 ل6 ساعات، نقطة أو نقطتين لكل كيلو. يعني لو الطفل 6 كيلو ياخد من 6 ل 12 نقطة كل 4 ل6 ساعات. لو الطفل 5 كيلو ياخد من 5 ل 10 نقط كل 4 ل6 ساعات على حسب رجوع الحرارة. ونعمل كمادات، وأفضل كمادات هي إنك تقلعي الطفل البامبرز وتحط نصه اللي تحت المية الجارية من الحنفية، أو تقعديه في طبق فيه مية فترة. كمان ممكن مكان التطعيم يورم شوية، يحمر شوية، مفيش قلق خالص، يومين وهترجع لوضعها الطبيعي. معلومة: لو حد بره مصر التطعيمات دي بيكون زيادة عليها تطعيم الالتهاب الرئوي وتطعيم الروتا فيروس اللي بيقي من النزلات المعوية، بس لسه ما تضافش للتطعيمات الإجبارية في مصر، لكن ممكن يتاخدوا في العيادات الخاصة الخارجية ومركز المصل واللقاح. لو عندك أي استفسار اكتبيه في الكومنتات وهجاوبك عليه إن شاء الله. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك فيديوهات تانية عن صحة الأطفال.